الخير. حلقة كروية كده في الحلويات في اللذيذ منه. هنستمتع سوا بالحلقة. حلقة هنتكلم فيها عن كل اللي حصل عن الساعة الرياضية دي في خلال 24 ساعة اللي فاتوا. طب في 24 ساعة اللي فاتوا ظهر علينا الكائن الشوبيري أحمد شوبير. كائن شوبيري، هو فعلا كائن شوبيري. عمري ما شفت حد زي أحمد شوبير كده. أهلاوي بيقول لك الحمد لله اللي هو معانا من سنته. أيد سمج. حد يقول له هو ليه سمج؟ راجل مثير يا جماعة. الراجل ده بيتكلم عن الكورة، بيتكلم عن الزمالك أكتر ما بيتكلم عن الأهلي. أنا عمري ما شفت ليه خبر الأهلي والله، حتى في الراديو كمان لما كان في اون سبورت، لما كان في راديو في قناة الأهلي. هما التلات حتت دي اللي كان فيهم أحمد شوبير ما بيتكلمش عن الأهلي خالص، وكله عن الزمالك وعن المؤامرات اللي بتقابل الأهلي. وإننا امبارح لما الزمالك كسب رسمي المحل 4-0 قال لك ما أنا مش هقول، والله أنا مش هقول زي ما هم. يا ابني ما أنت قلت أهو، ما أنت قلت إن الزمالك كسبان بالتفويض، ما أنت بتقول أهو. يعني بس مش الزمالك كان حلو، لا ده هو عشان غزل المحلة بفوت. طب مش عشان مثلا في طرد حصل لغزل المحلة في أول الماتش، لا ده عشان الزمالك كان وحش، غزل المحلة كان بفوت. طب ما مش عشان مثلا إن الزمالك كان كويس، أنا شايف الزمالك كان كويس، لا مش عشان كده بقى. لا أنا شايف إن الزمالك كان متفوت للماتش، وإن الأهلي عنده مؤامرة كونية وكل حاجة ضد الأهلي. طب يا جدع لا مش كده، احنا مش كده نتكلم كورة. يعني تتكلم فين؟ انت شفت الزمالك؟ شفتش الماتش؟ الزمالك راح بكذا تقريبا 8-9 هجمات مقابل 3 بس من غزل المحل، عشان الزمالك كان ضاغط. الزمالك من بداية الماتش ضاغط لحد آخر ثانية هو ضاغط. أنا ما شفتش محمد عواد. محمد عواد مش غير في كورة واحدة ولا كورتين، كورة منهم صدها والكورة التانية كانت أعلى من المرمى. ما شفتش تاني محمد عواد. أنا تقول لي بقى ما هو الراجل ده بيفوت ما بفوتش، مفيش تفويت. دي أول حاجة. سيبك من شوبير عشان أنا طلعت منه بصراحة. وكان بيتكلم بيقول لك إمام عاشور لما اتكلم وعمل التويت قال لك ما هم دول ما يستاهلوش إن أنت تتكلم عنهم. إزاي بقى ما هم ما يستاهلوش؟ ما هو يا كابتن شوبير يعني إحنا ناس عندنا عقل، ربنا مدنا لنا وميزنا بيها عن بقية الحيوانات، إن إحنا بنميز الدنيا ماشية إزاي. على حسب علمي إن أنت يا كابتن شوبير كنت في الأول كنت رايح الزمالك، ليه بقيت تتكلم على الزمالك كده وأنت أصلا ما كنتش رايح الأهلي؟ ده أول حاجة. فكابتن شوبير يعني رجاء من كل الجماهير والله بتسمع، احنا كمان مش عارفين بصراحة انت كنت متورط في حكاية أحمد رفعت ولا لأ، بس مالناش علاقة بيها. دي أول حاجة. نخش بقى عن تاني حدث، كانت حادث رياضي حصل في الساحة الرياضية. إمام عاشور بتصالح محمد الشناوي بعد ما إمام عاشور جاب لي محمد الشناوي تورم تحت العين وحد في فتحة كده في الحاجب. دي حصلت في التمرينات. طيب خلينا نقول إن كباتن بتوع النادي الأهلي عمرو السولية والناس دي كلها كانت موجودة وقت إن إمام عاشور عمل كده، وقفشة والناس دي كلها كانت موجودة. محدش عارف يسيطر خالص على إمام عاشور. إمام عاشور طاح في كل كده والكل سابه. دي حاجة من الحاجات اللي بتبين لك وتقول لك هو إمام عاشور كان في الزمالك بيتعامل ازاي. لا كده إمام عاشور في الزمالك كان بيتعامل معاملة برنس، ده اللي احنا كناش شايفينه. طب احنا كنا شايفينه إمام عاشور كان نجم تاني في النادي بعد زيزو، وزيزو 2021-2022 كان النجم الوحيد في مصر بصراحة، مش في الزمالك، هو في الفريق. وإمام عاشور كان بيخدم عليه، كان بيخدم على كله بصراحة. إمام عاشور حاجة بصراحة مش مفهومة. هو خلاص راح في سكة كهرباء وصالح الجماعة والناس دي كلها على من الالتزام. دي تاني حدث رياضي حصل. تالت حدث رياضي هو عمرو السولية ضرب حد امبارح من غرف الملابس. طب ليه عمرو السولية؟ ما مش عارف. واتغرم وكمان اتوقف ماتش عشان هو ضرب أحد العمال واتخانق معاه وشتمه. أنا بكلم يعني ربهم يعني ما أنا آسف ما يجيش حق الجزمة اللي أنت لابسها، فمش لازم تيجي على حد كده. يعني هو كده راجل معملش حاجة غلط، نازل سندك من زمان فهم أكيد عارفين كل حاجة. فأنت اللي عصبية جاية من عنك أنت عمرو يا سولية.
دي آخر الأخبار اللي حصلت في الساحة الرياضية آخر 24 ساعة. شكرا.